الإمام علي رضي الله عنه وكرمه الله وجهه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. شوف ازاي انصرف عن القبر بيخاطب سيدنا رسول الله: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأس. يبقى اللي يودع محمد وكده يبقى سهل عليه أي إيه؟ إلا أن لي في التعزي بإيه؟ بفرقة موضع تعز، فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك، وفاضت بين سحري ولحري نفسك على صدري، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر، ثم أراد أن ينصرف ازاي عن قبر حبيبين؟ والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئل، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين.